السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة في التسعين. النهاردة هنتكلم على اداء المنتخب ونحلله مع الباشمهندس ابراهيم. ازيك؟ عامل ايه يا الحمد باشمهندس؟ لله. ازيك يا كابتن زياد؟ عامل ايه؟ كويس؟ الحمد لله الدنيا الحمد بخير؟ لله الحمد لله. ايه رأيك في لا، انت مش الاداء بتاع المنتخب ده اسمه الانجاز التاريخي اللي عمله المنتخب. فعلا حقيقي، فعلا اداء مشرف. اه حرفيا يعني اداء مشرف فعلا، ده اللي احنا نقدر نقول عليه ان هو اداء مشرف. مش زي السنين والمرات اللي فاتت لما احنا كنا بنقول ان هو اداء مشرف فقط عشان احنا كنا يعني اتأهلنا للبطولة. هو انجاز تاريخي بكل المقاييس عمله الكابتن حسام بكتيبته، والجيل ده الجيل الاكثر اخلاصا. هو مش الجيل احسن جيل جه في مصر، ولكن الجيل احسن جيل جه مخلص، وعنده حمية وعنده جرينتا يعني، وعمل شغل كويس جدا. حقيقي فعلا. طب انت ايه رأيك في يعني في السكة بتاعت الفرقة من اول دور المجموعات لغاية دور ال 16 هو والخروج؟ بدأ الإنجاز التاريخي من ساعة ما جمع الكابتن حسام. عمل تجميع الفريق، وعمل المطوشة المباريات الودية اللي هي كانت مع اسبانيا ومع السعودية وبعدين البرازيل، وختم بالبرازيل. حتى الناس كلها انتقدت ان هو يشتغل ازاي مع البرازيل قبل بطولة عشان عظيمة. يعني ما ياخدش لعيبة ممكن تتصاب ولكن كان هو ليه وجهة نظر، وكان عنده بصيرة ان لا، دي هتخلي الفريق تزيل عنده الفوارق مع الفرق المنتخب، اللي مع مع المنتخبات المنتخبات اللي الكبيرة. في البطولة يعني وده اللي حصل بالفعل. وبدأ بقى ندخل دور المجموعات. احنا طبعا المجموعة بتاعتنا كان فيها بلجيكا ونيوزيلندا وإيران. ابتدينا اول ماتش زي ما انت عارف مع بلجيكا، وقابلنا بلاء حسن وعملنا نتيجة كويسة جدا. وطبعا النتيجة انتهت 1-1، ولكن الحقيقة احنا كنا يعني كنا اقرب للفوز بالثلاث نقاط يعني. ولذلك حتى بتوع بلجيكا لما جابوا جون التعادل على مستوى اللاعبين والمدربين وفرحوا جدا. انا بصراحة انا شايف ان ان ماتش بلجيكا ده كان في المتناول كان بصراحة. في جدا. يعني انا حاسس ان احنا برضو فرطنا، ودي نمسك في عندها يعني نقطة ان المنتخب عنده مشكلة في ان هو يحافظ على الواحد صفر. ايه رأيك؟ هو الحقيقة زي ما انت بتقول احنا عندنا مشكلة في إدارة الربع ساعة الأخيرة أو العشر دقايق بالنسبة للفريق، وبالنسبة للإدارة الفنية الكابتن حسام. آه، دي برضك ممكن يعني يتلافوها يعني. ولكن في المجمل لا، الفريق كان ماشي كويس جدا، وعمل نتائج وعمل هجوم، لانه كانت الناس متوقعه ان هنروح ان ندافع. هنخش ندافع بس واداء دفاعي ولكن عملنا وبادرنا وجبنا جون في الاول في الشوط الاولاني. ولولا عدم التمركز السليم والخطأ بتاع محمد هاني ومع لوكاكو وكلام من ده، ما كناش جبنا ما كانش جابوا التعادل. فدي النتيجة نفسها واحد واحد. الربكة اللي بتحصل النتيجة 1-1 في المجمل مش وحشة، وادتنا ثقة للمباراة اللي بعديها. هو انا بس كنت يعني عايز اقول لك تعليق بسيط، يعني ان هو انا شايف ان الاداء ده، الاداء اللي هو الكويس اللي احنا عملناه ده في البطولة والاداء المبهر ده، كان ما بدأش من اول كاس العالم، بل بالعكس هو بدأ من اول التصفيات وكأس الأمم اللي اتعملت في المغرب. برضو احنا أدينا فيها كويس. تاخد بالك انت طلعت من السنغال اللي هو كان منتخب يعتبر فيزيكالي خد البطولة في النهائي. ايوه تمام. ايوه ايوه وكسب المغرب اللي هي المغرب تقريبا دلوقتي الثامنة على العالم، ولا مش عارف التاسعة على العالم. ايوه ايوه. تمام. فانت يعتبر عملت انجاز برضو بالنسبة للمشاكل الإدارية والمشاكل ال اللي هي العامة يعني اللي في المنتخب.
انا معاك الفريق كان بيتطور من مباراة لمباراة، بدأت من التصفيات والبطولة الأفريقية والكلام من ده، ولكن بان ذروة التطور في المباريات الودية. وبعد كده بعد المباريات الودية، وكانت مباريات ودية على أعلى مستوى مع اسبانيا والسعودية والبرازيل، فمش مع فرق قليلة. وبعدين ابتدينا الماتش الاولاني مع بلجيكا اللي هي مصنفه من العشرة 12 الاوائل على الاوائل العشرة الاوائل على العالم. فلما عملنا نتيجه 1-1 ادتنا ثقه كويسه جدا. بعد كده بقى دخلنا على الماتش بتاع نيوزيلندا او بعنوان اول فوز تاريخي احنا دخلنا للاسف الشوط الاولاني باستعلاء شويه. دخلنا قله تركيز، عدم تمركز جيد. طبعا لعب نيوزيلندا عامل زي لعب الانجليز والفتنس والباور والكلام من ده. جابوا جون في الشوط الاولاني واتغلبنا الشوط الاولاني 1-0. الشوط الثاني في تحول رهيب جدا، بدأ بقى اللعيبه، وبرضك ممكن يكون برضك الكابتن حسام حط النقط على الحروف مع اللعيبه بين الشوطين وفهمهم ايه اللي يجب يعملوه. يعني اكيد انت اديت ماتش حلو مع بلجيكا عشان ما تخسرش قدام نيوزيلندا. كان برضو هو طبعا احنا عرفنا ان هو كان طبعا المسانده الجماهيريه اللي موجوده هناك، فهو كان بيقول لهم الكلمه او يعني مفتاح الفوز، ان هو يقول لهم احنا مش عايزين نزعل الناس دي، احنا مش عاوزين الناس دي تروح زعلانه. وهو ده فعلا خلى اللعيبه يبذلوا 200%، وفعلا عملوا نتيجه كويسه جدا. وده احنا ما شفناهوش قبل كده. ده حاجه اول مره نشوف الحاجه زي دي بتحصل. وجابوا 3 وانتهى الماتش ب3-1. وبعد كده بقى طبعا تطور المنتخب في الماتش اللي بعده مع ايران، وتم التعادل مع ايران، وخدنا احنا المركز الثاني في المجموعه. طبعا احداث ماتش ايران، احداث ماتش ايران دي كانت من الاحداث اللي هي الصعبه جدا للامانه. كان ماتش صعب جدا ايوه. انا اعتقد ان انا كنت على اخري وانا بتفرج عليه. وطبعا خدنا المركز بالتعادل بصعوبه. كانوا الفرقه الاحسن في الماتش. أيوة. ودي كانت اللي خوفتنا شويه من المنتخب المصري في الادوار القادمه، خصوصا ان هي ادوار اقصائيه. تمام. خدنا المركز الثاني بعد كده، ولعبنا بقى مع استراليا. تقدمنا في الشوط الاول ب1-0، وبعدين اتعادلوا معانا، وبعدين لعبنا ضربات الجزاء الدراماتيكيه دي، ووصلنا لنتيجه كويسه جدا معاهم، كسبنا. دخلنا على الماتش بقى الماتش الحكايه المنتظر اللي هو ماتش العالمي. ده بقى اللي علم مع العالم كله، اللي هو ماتش الارجنتين. وعلى فكره احنا كسبنا الارجنتين لحد الدقيقه 79 2-0. اداء تاريخي لحد كنت تكسب. فكره يا جماعه، ودي في حته معلش يا هندسه، في حته مهمه احنا ما بناخدش بالنا منها يا جماعه. ان انت كنت ال 79 دقيقه دي انت احسن فرقه في العالم. انت كنت تكسب كاس العالم بال 79 دقيقه اللي انت لعبتهم. ايوه. اللي حصل بقى انا ما اعرفوش، انا مش عارف ايه اللي حصل، خلى اللعيبه مش عارف استعلاء بقى على الماتش، ان هم شافوا ان هم نفسهم خلاص احنا كسبنا الارجنتين. هو حصل فيه حاجتين. الحاجه الاولانيه الظلم التحكيمي والقرارات العكسيه للحكم الفرنسي، هي ده خلى اللعيبه يعني تركيزها يبقى قليل، تركيزها راح. طلعوهم بره الماتش. ايوه، طلعوا بره الماتش في الجزئيه دي. الحاجه الثانيه الحته اللي هو السذاجه الفنيه في الاداره ال10 دقائق دي بس. لكن دون ذلك كان منتخبنا كمل، وكان ممكن يوصل لادوار اكتر من كده، وان شاء الله تتعوض في المباريات ان شاء الله الدورات القادمه ان شاء الله باذن الله. لكن في الاول وفي الاخر نسخه 2026 ده انجاز تاريخي للمنتخب المصري والمصري بصفه عامه. هي بالنسبه لي دي احسن نسخه لمنتخب مصر حصلت. وده كان راينا في المباراه، ورأينا في المباريات عفوا. وده كان رأينا في مشوار المنتخب المصري في كاس عالم 2026 امريكا، مكسيك وكندا.
وكان مشوار جميل جدا فعلا، وكان حلم رائع حلمناه. للأسف انتهى، وانتهى كأس العالم 2026، وأهلا بكأس العالم 2030 إن شاء الله، في المغرب والبرتغال وأسبانيا والباراغواي والأوروغواي والأرجنتين. ان شاء الله يبقى كاس عالم كويس، وان شاء الله يبقى اللي هم الاجيال بقى اللي جايه خلاص ان شاء الله هتكمل. نبني على الفوز. نبني على الفوز، ونبني على ان شاء اللي الله. وصلنا ليه وترتيبنا العالي على مستوى العالم دلوقتي. انت بقيت دلوقتي حاليا الفرقه ال 15 على العالم، يعني انت فان بقيت. شاء الله نبني عليه، ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله يبقى انجازنا افضل باذن الله ان شاء الله في 2030 ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو عشان نقدر ان احنا نكمل ونفيدكم باجدد الاخبار في عالم كرة القدم العالمية. السلام عليكم.